بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حباباتي الخطرة هذه ما بطيتش الحباباتي، جيت صباح القهوة، صباح السرور، صباح الفرح. قريب نتهناو من القهوة تاع الصباح، نعودو نشربوها مع السحور، نص مغمضة ونص مفتوحة. ها هنا مع القهوة نبدا حباباتي. مع حباباتي الفطور، هنا الكاطو، انا نشرب الحليب نصف نيجي لوحدو، والقهيوه هذه البنات يشتيو يغمسوا يشتيو كيما الكاطو هذا الذوق تاعو. بهجات ساعه بخبز الدار، ساعه بالخبز يكون فاضل، المهم اللي يلقى الانسان يفطر وربي ان شاء الله ما يقطعهاش علينا ويدومها نعمه. كاين برك وحيد ما يشرب ليش الحليب، نحاول نبدلهم له بعضي مع الصباح، ولا الفطور مع الصباح والله مهم. المهم نلقاو الصباح السكيكرات والقهيوه والحليبات، الحمد لله. الانسان ما ينوضش يلقى مثلا والو ما كاين، الدرومه تاع الدار ان شاء الله ربي ما يقطعهاش علينا. وتحيه لحباباتي اللي قاعدين يسجيو ويوجدوا القادر وما قدر، ان شاء الله يا ربي حبيبي يدخل علينا رمضان بالهنا والستيره والصحه. وفيما يخص المتتبعه اللي سقساتني على الفريك، هنايا اللي هضرت لقاتي منين نشريه من السوق مرحي خالص، ما شاء الله. الكيلو 40,000، انا نشري بالنص كيلو لانه دائما نلقى عنده متوفر ونفس السلعه الله يبارك. وكي تشميه تعرفيه ماشي اللي مخلط ولا حتى من هو ما فيه لا حجر لا والو. قال لي تخدموا المراه منقي خالص، يعني مجربته كي نرميه في لاصوص وحده الريحه يعني تتشم الله يبارك من بعيد. هذه هي. واذا كان شريتي بصحتك اختي وبصحتكم كامل. هنا راني مع الزرابه هادو تاعي القدم، جبت نغسلهم لقيتهم مغبرين. وحده والله ملي كيما روليتها نسيت عليها حتى تدبغت لي شويه. كنت تعرفوا يا حباباتي والله غير نغسلو ونديرو وتقعدي تنساي عادوا المغريات بزاف في الدنيا، المتطلبات بزاف. وش هو تنحات لي حكيت لها سيدو وشويه تاع الصابون تاع الترناخ. الجافيل نخاف نقول تدبغ الزربيه لازقه بالجافيل هاو طيشي. وشللتها مليح الله يبارك. المهم بالدويو هذا انا نغسل هنا بعد في الدار. كنت تمنيت نديم هكذا عند اللي الديكريساج، ولقيتو قافل قدا وحنا نستناو عليه. تخلطنا، قلت لهم هيا تخلطوا معاه برجليكم وخليه يلعب زياده فيه. الصوار دركا والله العظيم يا حباباتي ما عندهم وين يصحوا. كي نقدروا نخدموا الحويجه بيدينا نخدموها، وكي تعود للضروره القصوى ساعه هكذا ساعه هكذا كيما نلقاو كيما يقدر الانسان. هذه ثقيله بزاف، قلت بربي ان شاء الله نغسلها ونشيحها مليح ونحطها غير في المناسبات. الغسيل تاعها والله هي الاولى، الرصاصي الاولى اخف من هذه. وش والله ما نعبا يعني. انا قلت نديهم نغسلهم في برا، كي تهبطيهم في الدروج وتطلعيهم ديجا ديرونج ما كاين نحطها نطرحها في الارض ونغسلها والله ارحم. يعني الانسان كل ساعه كيف يقتنع. دوك النهار قاعده مع روحي هكذا قلت والله نديهم ونجيبهم شايحين ناشفين نخبي برك. ومن بعد درت ما درت، ومن بعد قلت لا، ها قدا نزربيه غسلت، هاي تروح الجهه اللي من هيه. يعني ربي يعطينا القوه ان شاء الله ونخدموا دويراتنا. ونهار ما نقدروش يعني كاين شي برا، الحمد لله ساعه هكذا ساعه هكذا. ان شاء الله ربي يجبرنا العقل وديما نكونوا بالتفكير السديد، وكما يقولوا يجبرنا ربي سبحانه العقل ونخمموا يعني نجيو ديما في الصواب. هكذا كما قلت لكم حباباتي، يعني كي نصح ندخل الماء انا بعد ونشتي لهم كي البركه وولادي يخرجوا ليا. ربي ان شاء الله يدخلنا هذا سيدنا رمضان على نظافه. وحباباتي تصوموا بالصحه والهنا. واللي حاب ان شاء الله اللي مريض ربي يشفيه، واللي مات ربي يرحمه، واللي حاب الذريه ولا حاجه في قلبه ربي ان شاء الله ينولها له. والصبر حباباتي لازم نصبروا، صبروا على المليحه وعلى الحايره. هنا راني نغسل فيهم في الهول، يعني حالت اللي ما عندوش بلاصه هكذا خاصه الزرابه. يعني على قد ما دير لي ساعه وتسجلي وتطلع وتقعد ديما لازم الانسان المهم يتحايل. غسلتهم في الهول ومع الاخر ها نمسحوا الدنيا بكل بربي ان شاء الله. والله مليحه كنت التيرونس هكذا مخدوم والعين، وكي تسحقي هكذا الحوايج الثقال تغسلي. لا علينا خلي احنا معومين ربي ان شاء الله لرمضان، لسيدنا رمضان. هنايا هاو مع الماء درت مسكوكه بعد قدام الباب كانت ما كانش، عاونتني يعني بالبزاف.
والحاجه المليحه حباباتي اللي عندهم لا دال دو سول، انا هذه المعلومه والله عرفتها مؤخرا، هضرت لي عليها وحده، هي النشافه حاشاكم تاع لا دال دو سول. في الاول كي لقيت يتباع قلت انا نشاشف نورمال بكل كيف هذوك اللي موالفين نشريو تاع شغل قطن، شغل تاع 10,000 هذوك نروح يدير هما بكري والله كانوا على كيف ينشفوا، بصح من بعد فسدت لا ماتيير تاعهم. هذه حاشاكم والله شريتها 40,000. واش هي نعمه؟ الا كان عصرتي وضربتي ضربه زوج تولي تشعل، ريحه القطره ما تلقايهاش، شغل تهز. في الاول كي قلت له شحال قال لي 40,000، قلت النشافه ولات 40,000. واش هي كي جبتها وجربتها والله تستاهل، دايره دوبل فاس وتجي خشينه هكذا ورطبه كي تتصاصر وديريها دقيقه وانت خلصتي تنشاف. لانه يا حباباتي لا دال دو سول ما لازمش تقاد فيها والو قطره تاع الماء، كنت تفوتي البلاصه راويه والو شويه تزلقي، ويعني مليحه تنشف على الشعره، مش كيما كي كان الكارلاج حتى ويا روا ولا هو جايب حروشه. ربي يستر ان شاء الله ويسترنا، اللي كيما الكبار ما يكونوا على بالهم واش هو كيكونوا الوليدات ساعات يقطروا الماء، وتعرفوا اللي عندهم ولاد صغار. هنا من دوك النهار كل دقيقه كل مره نجبد جهه وما زالت يعني ما تنظمتش مليح. وبالنسبه للعشاء يا حباباتي درت عشاء خفيف، قلينا البطاطا ان شاء الله شهيتكم في الجنه، وسخنا نعيمه تاع الغداء. حنا ديما بالجمعه يا نعمه يا شخشوخه، المهم حاجه تاع كيما تقولها ماما تاع المغرفه، محسوب الجواز والاخر ما ربما ناكلوه. شغل تاع المغرفه تتهز بالمغرفه ماشي بالفرشيطه. اللي يحب ياكل النعمه واللي يحب البطاطا، الولاد كنت تعرفوا يموتوا على البطاطا. بالنسبه ثانيه يا حباباتي، كما قلت لكم الفطور تاع رمضان نتمنى باذن الله اننا نديرو زوج حوايج، شريبه سليطه وحويجه زايده، وما نكثروش، ما نبقاوش نسخفوا من بعد في الليل ما ناكلوش كي يأذن المغرب تقاد الطايش. كما البوراك والاغلبيه اللي عندهم الدراري ما يوليو ياكلوهم، والجواري والجوازات تلقاهم يعني كل ما يتكلوش النهار هذاك ولا شويه يسمعطوا. انا الحاجه الوحيده اللي نخليها يومين هي لا مش الوحيده، الحوايج اللي نخليهم يومين هما الشربه، طاجين الزيتون، البويون. هادو هما الحوايج اللي نقدر نزيد نسخنهم غدوه ومرتين برك. ومثلا كي ندير تاع يومين نقص نخبي بعد ماشي نبقاو نجبدو ونروحو نهريو شغل تبياض تفسد. كي نقصد ندير تاع يومين نقسمهم بعد في الدقيقه، نخبي تاع غدوه نبردها ونخبيها في الفريجيدار ما تزيدش تتحل تقعد والله كانها جديده. كي نسخنها مع شويه دبشه ولا نزيد نرمي لها كريبه فلفل تجي ما شاء الله. وكاين وقت ندير لي صوص على خطرتين، تاع اليوم نرمي لها الفريك، تا غدوه قادره نبدل ندير دويده ولا نزيد غدوه ندير فنيج الفريك ثاني تجي تبان جديده. هادو يعني الحيل تاع انسان باه ما يبقاش ديما الكوزينه. والله العظيم تبدا كنت صايري تبدا على الساعتين تخلصي مع المغرب ما تقدريش حتى تفطري في الليل. وحتى ربات البيوت عندهم حق على رواحيهم، يحاولوا انهم يتعاونوا، كما اللي تدير الفطور ما تخسرش الماعن، يتعاونوا كما اللي عندهم البنات يديروا الداله. عفوا هكذا باه ينوضوا كامل المسؤولين. اصلا تجيها عيب انها مثلا راقده الا اذا كانت مريضه ولا استثناءات لازم يتعاونوا. كما كاين اللي نقول لها روحي رتحي على روحك بصح الماعن واحد ما يقيس كتدبري راسك، والعكس صحيح. اصلا انا كون يجيو كل الكوزينه عندي ما نقلق، على الاقل انا وحده معايا والعشيه ثاني زوج الماعن هكذا كما تقول هما تحايلوا تعاونوا على الروح حتى تروح. ربي ان شاء الله يجيب لي فيه الخير ويرحمنا برحمته الواسعه وينصر اخواننا في غزه يا ربي يا حبيبي. انا كي نشوفهم هكذا والله يصمت لنا كلش. شو ما باليد حيله، واش راح يدير الانسان الا الدعاء. وهنا حباباتي اليوم شاركتكم فيديو كما يقولوها قصير، ما المهم باه نطلع لحباباتي. وما تنساونيش من لي جام ولي بارطاج ولي كومونتير حباباتي، وفي التعليقات نجاوب على حباباتي ونخليكم مع مشاهدة ممتعة. وسلام.